تشهد عملية بيع تذاكر مباراة الوداد والرجاء على الإنترنت إقبالاً ضعيفاً بسبب رغبة أغلب جمهور الغريمين التقليديين في مقاطعة الديربي العائد لأحضان مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. وتم طرح عملية بيع التذاكر في الإنترنت ليلة أمس الثلاثاء، لكن الإقبال إلى حدود صباح يومه الأربعاء جد ضعيف بسبب احتمالية مقاطعته من طرف الفصائل المشجعة للفريقين، لكن لا شيء رسمي ومؤكد. ولا تزال التذاكر متوفرة للبيع عبر الموقع الذي طرحها، علما أن الأثمنة حددت في 60 درهما و150 و500 و2500 درهم. علمت مصادرنا أن مديرية التحكيم التابعة للعصبة الاحترافية لكرة القدم قد حسمت في هوية الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة الديربي بين الرجاء الرياضي والوداد الرياضي عن منافسات الجولة 26 من البطولة الوطنية الاحترافية، والذي سيقوده الحكم جلال جيد من عصبة الدار البيضاء الكبرى. وحسب مصادر مطلعة فقد تم تعيين جلال جيد حكما رئيسيا لمباراة الديربي البيضاوي، مرفوقا بكل من لحسن زكاو من عصبة سوس كمساعد أول، ومصطفى أكركاد من الدار البيضاء كمساعد ثان، بينما أسندت مهمة الحكم الرابع إلى محمد علام من عصبة خنيفرة بني ملال. وفي غرفة تقنية الفيديو المساعد فار تم اختيار طاقم يتكون من الحكم ياسين بوسليم كحكم رئيسي للفيديو، ويساعده كل من مصطفى كشاف AVR 1 وزكريا بوشتوي AVR 2. وأكدت مصادر من مديرية التحكيم أن المباراة ستواكبها تغطية تقنية استثنائية، حيث ستستخدم 16 كاميرا موزعة داخل الملعب لضمان أوضح اللقطات وأكثرها دقة، ما استدعى تعيين 3 حكام فيديو فار ومشغلين 2 لتغطية كافة الحالات التحكيمية، خصوصا الدقيقة منها، مع تخصيص حكمي فار وحكم مساعد لحالات التسلل. وتجرى مباراة الديربي بين الرجاء والوداد الرياضيين السبت المقبل انطلاقا من 8:00 مساء على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي سيظهر لأول مرة بحلته الجديدة بعد أشغال إعادة التهيئة التي خضع لها أخيرا، التي صرفت عليها أموالا قادرة على إنقاذ نصف الشعب المغربي من الفقر. إلى اللقاء.